ويا مساء الفل لأجدع ناس. فيلمنا النهاردة اتمنع في أكتر من دولة عربية. تخيل بقى لو كنت باربي واضطريت إنك تسيب عالمك الخيالي المثالي وتيجي هنا لعالمنا الوحش، أقصد عالمنا الواقعي، هتعمل ايه؟ يلا بينا نغوص في تفاصيل الفيلم بيبدأ بباربي وهي بتتكلم بصوتها عن بداية باربي كدمية واللي قلبت الدنيا بعد ما العالم زهق من لعب البنات بالدمى الصغيرة اللي بتخليهم يلعبوا دور الأمهات. دمى باربي اتصنعت من شركة ماتل، وكل دمية ليها مهنة مختلفة، زي باربي الرئيسة واللي كانت دايما مشغولة بقرارات كبيرة، وباربي الفيزيائية واللي كانت بتحب المعادلات أكتر من أي حاجة، وباربي الدكتورة واللي كانت دايما في حالة طوارئ، وباربي الكاتبة، وباربي الدبلوماسية، وباربي الصحفية والحورية، وكمان في دمية حامل واسمها ميدج. وبنشوف كان هو الراجل في عالم باربي. الكنز عايشين معتمدين على علاقتهم بباربي. الباربي الرئيسية بتقضي يومها مبسوطة في باربي لاند، وروتينها اليومي في العالم الوردي المثالي ده هو في غاية الروعة. كل حاجة في الروتين ده متكاملة وما بيفوتوش أي خطوة. على الشاطئ بتقابل باقي الباربيز وكين وألين، وبيظهر توتر بين الكنز علشان كين واللي هو رايان جوسلينج زعلان من اهتمام باربي بكين واللي هو سيمي لو. كين بيحاول يبهر باربي بإنه يجري على الأمواج بكل قوة، لكن بيخبط فيهم وبيقع بطريقة كوميدية. قبل ما الكنز يقدروا يقضوا يوم على الشاطئ، باربي بتحل المشكلة بسرعة وكل حاجة بترجع زي ما كانت. في الليل كل الباربيز والكنز وألين بيتجمعوا في بيت باربي علشان يحتفلوا ويشوفوا رقصة جامدة على أغنية ديسكو لذيذة بتغنيها دواليبا. الرقصة ماشية تمام وبالجو كله فرح، لكن فجأة باربي بتسأل بصوت عالي لو باقي الباربيز بيفكروا في الموت، والجو بيتقلب. الكل بيتفاجئ، وباربي بعديها بتحاول تضحك وتقول إنها بتهزر. في اليوم التالي روتينها الصباحي بيبدأ يبوظ. رجليها بتبقى مسطحة وكأنها فاقت من عالم الأحلام. الباقيين بيطلبوا منها إنها تشوف باربي الغريبة يمكن تساعدها وتخلي الدنيا ترجع زي ما كانت. باربي بتعرف إن باربي الغريبة بقت كده بعد ما البنت اللي لعبت بيها بوظتها علشان بتلعب بيها بعنف، ودلوقتي باربي الغريبة بتعتني بباقي الباربيز علشان ما يتعطلوش زيها. باربي بتقول لباربي الغريبة عن المشاكل اللي بتحصل معاها، وباربي الغريبة بتعتقد إنها بسبب خلل في التواصل بين العالم الحقيقي وباربي لاند. باربي بتكتشف إن العالم الحقيقي وباربي لاند مرتبطين ببعض، وإن في حاجة غلط حصلت في العالم الحقيقي بتسبب تعطلها في باربي لاند. باربي الغريبة بتطلب من باربي تروح العالم الحقيقي وتدور على البنت اللي لعبت بيها وحطمتها وتفرحها. باربي مش بتحب الفكرة ومش عايزة تروح، لكن باربي الغريبة بتجبرها تاخد الرحلة للعالم الحقيقي. باربي بتودع باقي الباربيز وكين بيروح معاها في العربية من غير ما تعرف. باربي بتكتشف إن العالم الحقيقي مش زي ما كانت متخيلة، وإن دمى باربي ما عملوش أي ثورة في العالم زي ما كانوا فاكرين. باربي بتواجه مشاكل كبيرة وبتتعرض للتحرش من الرجالة، وبتكتشف إن العالم الحقيقي مفيش فيه نظام زي باربي لاند، والرجالة هم اللي مسيطرين عكس باربي لاند اللي كل المناصب المهمة فيها للسيدات، والست بيها كانت مسيطرة. لما راجل بيضربها باربي بتفقد أعصابها وبتضربه، وده بيخليها تتقبض عليها. باربي وكين بعد كده بيغيروا هدومهم وبيسرقوا هدوم جديدة من محل وبيتقبض عليهم تاني. الشرطة بتبلغ شركة ماتيل إن دميتين منهم هربوا للواقع ويبدو إنهم عاملين مشاكل كبيرة. كين بيبدأ يتعلم عن قوة الرجالة في العالم الحقيقي وبينبهر بالوضع هناك. باربي بتشوف رؤية للبنت اللي لعبت بيها وهي كبيرة وبتحزن بعد ما تشوف البنت بتجبر تعمل حاجات مش بتحبها. كين بيتجول بالعالم الحقيقي وبيعرف إن الرجالة ليهم مكانة عالية جدا. بيشوف ازاي كل المناصب القوية ماسكينها رجالة، وازاي الستات خاضعين للرجالة عكس باربي لاند. باربي بتنادي على كين وبتطلب منه يرافقها للمدرسة الثانوية علشان تدور على البنت اللي كانت بتلعب بيها. باربي بتوصل للمدرسة اللي شافتها في رؤيتها وبتقابل البنت اللي كانت بتلعب بيها. البنت دي مراهقة اسمها ساشا، وبتكون قاسية على باربي. ساشا بتتهم دمى باربي انهم رجعوا الحركة النسوية 50 سنة لورا، وإن الدمى دي اللي اتعملت علشان البنات يلعبوا بيها هي السبب الرئيسي في إن البنات بقوا عندهم اضطراب في صورة الجسم ومشاكل نفسية وجسدية تانية. باربي بتتأذى وبتحاول تدافع عن نفسها، لكن ساشا بتسميها فاشية وبتكسر قلبها.
في نفس الوقت كان بيروح يدور على كتب عن الخيول، لكنه بيلاقي كتب كتيرة عن النظام الذكوري في مكتبة المدرسة. كان بينبهر بالنظام الذكوري وبيطلع للعالم الحقيقي يدور على شغل. ماتيل بيلاقوا باربي وبيقولوا لها انها لازم تروح مقر الشركة، وبعديها كان بيقرر انه يرجع لباربي لاند لوحده. في الوقت ده جلوريا بتكون في المدرسة علشان تاخد بنتها ساشا، وبتقرر تتابع عربيات ماتيل علشان تشوف اللي بيحصل مع باربي. باربي بتوصل لماتيل وبتقابل السيد ماتيل، وبتكتشف ان المبدعة الأصلية لباربي كانت امرأة ومش موجودة في المبنى، وان الشركة بيديرها رجالة. السيد ماتيل بيحاول يقنع باربي تدخل الصندوق بمزاجها، لكنها بتنجح في الهروب بعد ما بتكذب وبتقول انها رايحة الحمام. باربي بتطلع بره وبتوصل لبيت امرأة عجوز بتسمي نفسها روث بتطمن باربي انها كويسة زي ما هي، ومش لازم تكون باربي المثالية اللي اتصممت انها تكونها. باربي بتتأثر بالكلام وبتودع روث، وبعد كده الناس بتطاردها بره مكتب ماتيل، وجلوريا وساشا بيكونوا في العربية لما باربي بتظهر. جلوريا بتعرض انها تساعد باربي وبتنجح انها تهرب من الرجالة اللي بيطاردوها. باربي بتعرف ان جلوريا هي اللي كانت بتلعب بالدمية، وبتبدأ تفكر تاني في شكل باربي اللي عندها أزمة وجودية. بتدرك ان سبب العطل كان بسبب جلوريا اللي كانت بتمر بوقت صعب. باربي بتفهم ان الذكريات كانت للأم مش لساشا، وان الأم هي اللي سببت العطل في باربي. بتعتذر لساشا على اللي بيحصل في العالم الحقيقي بسبب دمى باربي، وباربي بتقرر ترجع باربي لاند، وجلوريا وساشا بينضموا ليها للمساعدة. وبعد ما بيوصلوا باربي لاند، باربي بتشوف ان كين استولى على بيتها، وان كل باربي لاند اتحولت لكيندوم بعد ما البطريركية سيطرت على العالم ده. باربي بتعرف ان كل الباربيز التانية تم غسيل مخهم من قبل الكنز علشان يكونوا خاضعين ليهم، ونسوا مين هما، ونسوا هويتهم كأطباء وفائزين بجوائز نوبل ورؤساء وغيرها، وبدأوا يخدموا احتياجات الكنز. باربي بتحاول تتكلم مع كين عن الموضوع، لكنه بيقول ان ده كان بسبب جلوريا واللي غيرت حياتهم العادية بإعطاء باربي أفكار عن الموت. في الوقت ده رجال ماتيل بيقرروا يتبعوا باربي علشان يشوفوا اللي بيحصل في باربي لاند. في نفس الوقت في مشكلة في باربي لاند لما باربي عندها انهيار عصبي، وبتقول انها هتقعد وتستنى الامور ترجع لطبيعتها. جلوريا وساشا بيخلوها تفوق، لكنها كانت مكتئبة جدا. يا حبيبتي يا باربي، انت لسه شفتي حاجة؟ جلوريا وساشا كانوا راجعين للعالم الحقيقي لما جلوريا بتقول انهم لازم يحلوا الامور في باربي لاند لانها كانت غلطتها، وبيرجعوا علشان يساعدوا باربي. جلوريا وساشا بياخدوا باربي وبعض الباربيز التانية لبيت باربي الغريبة، وبيقرروا يساعدوا في إنقاذ الباربيز التانية عن طريق تشتيت الكنز. شوية باربيز مع ألين صديق كين الأقل تقدير بيبدأوا يعيدوا برمجة الباربيز عن طريق تشتيت الكنز بتوم. بعد ما الكنز بيتشتتوا الباربيز بياخدوهم، وجلوريا بتتكلم معاهم عن تمكين المرأة علشان تخرجهم من التنويم اللي الكنز حطوهم بيه، يعني بالعامية كده عايزة تقلبهم من ياسمين عز لرضوى الشربيني. وبعد ما كل الباربيز بيستعيدوا برمجتهم بيقرروا يستغلوا سحرهم علشان يوقعوا الكنز في الفخ. باربي بتروح بيت كين وبتعتذر له لانها ما شافتش فيه شريك محتمل، وبتقوله انها جاهزة توعده، وكين بيبقى مبسوط وبيبدأ يغني، وبيفضل 4 ساعات بيغني لها، وكل الكنز التانيين بيغنوا للباربيز بتاعتهم. لكن لما الكنز بيقتنعوا ان الباربيز معجبين بيهم، الباربيز بيروحوا يقعدوا مع كين تاني علشان يخلوهم يغيروا. الكنز بينقسموا الفريقين وبيتحاربوا على الشاطئ، ودي بقى اخرتكم يا رجالة. السيد ماتيل ورجالته بيدخلوا باربي لاند في الوقت المناسب اثناء معركة الكنز، وكل الكنز بيحاولوا يقتلوا بعض. كين بيبدأ يغني وبيفهم اخيرا انه كان كين ككيان مستقل مش بس كمرافق باربي. وفي نفس الوقت انتخابات باربي لاند بتحصل في غياب الكنز، وباربي الرئيسة بتحكم لصالح الباربيز، وبتقول ان الكنز ما كانش بيقدر يتغلب على حكومة باربي لو ما كانوش غايبين. الكنز بيرجعوا لكيندوم وبيشوفوا انها اتحولت لباربي لاند تاني. كين بيحزن وبيبدأ يعيط علشان كيندوم فاشلة. باربي بتحاول تهديه، والاتنين بيتكلموا عن ازاي باربي ما شافتهوش كشريك، وكانت كل ليلة ليها هي ليلة البنات. باربي بتعتذر علشان اخدت كين كأمر مسلم بيه، وبتطلب منه يكتشف هويته ويعرف هو مين فعلا. السيد ماتيل اللي كان بيسمع المناقشة بيقول انه بيفهم الحمل اللي كان كين شايله، لكنه بيقول
انه ما بيقدرش يعمل حاجة بخصوص وضع الدمى. جلوريا بتقترح انه يكون في باربي عادية تشبه المرأة اليومية اللي ما عندهاش احلام كبيرة او توقعات زي السيطرة على العالم. بتؤمن ان الباربي الجديدة ممكن تتجاوب مع كل امرأة وتغير نظرة الناس في العالم الحقيقي للدمى كأشياء لجمال نمطي. السيد ماتيل والرجالة التانيين بيقرروا يوافقوا على الفكرة وبيقفلوا البوابة بين العالمين، لكن ساشا بتطلب ان باربي يكون لها نهايتها الخاصة. باربي ما بتقدرش تقرر ايه اللي عايزة تعمله بحياتها علشان ما كانتش عارفة غير انها تصحى وتعيش يوم مثالي ينتهي بحفلة كبيرة. جلوريا بتطلب من السيد ماتيل انه يدي باربي نهايتها السعيدة وقصتها الخاصة، لكن السيد ماتيل بيقول انه ما يقدرش يعمل حاجة بخصوصها. السيدة راث بتظهر وبتقول لباربي انها كانت المبدعة واللي اخترعت الدمية باربي. السيدة العجوز الصغيرة ماتت من سنين وصناعتها سيطر عليها الرجالة. راث بتقول ان باربي اسمها على اسم بنتها باربرا، وبتقول ان باربي لازم تمشي في طريق اكتشاف الذات علشان تشوف ايه اللي عايزة تعمله في حياتها. باربي بترجع بالزمن وبتشوف تاريخ النساء وبتدرك انها ما بقتش عاوزة تعيش كفكرة بتخرج من عقل شخص تاني. باربي بتقول لراث انها مش عاوزة تكون بس دمية وعايزة تكون انسانة، وبتطلب اذن راث، لكن السيدة بتقول انها ما كانتش حد عشان تعطي الاذن لباربي انها تبقى انسانة. باربي بتقرر انها عايزة تكون الشخص اللي بيعمل الافكار وبتقرر تروح للعالم الحقيقي. كل الباربيز والكنز بيودعوا باربي وهي بتروح للعالم الحقيقي. جلوريا وجوزها بيوصلوا باربي في اول يوم عادي ليها كواحدة عادية كل يوم. باربي بتروح للعالم الحقيقي واول حاجة بتعملها انها بتروح لدكتورة النساء زي اي امرأة تانية. وفي كده فيلمنا بينتهي، وانا بحب ان انا اسمع رأيكم، فسيبوا تعليق تحت الفيديو أو أي مقترحات لفيلم تاني. شكرا تاني على المشاهدة، بحبكم قوي، باي باي.